2015 والمعرض العالمي الذي يقام في دول كل مرة في دولة معينة. هذا العام المعرض كان مخصص ل أو كان العنوان نتاعو Feeding the Planet Energy for Life، أو تغذية العالم أو الكوكب الأرض بطاقة للحياة. هنا تخصص كان فيه جناح للجزائر إضافة إلى 140 جناح تمثل 140 دولة. جناح الجزائر كان فيه في عبارة عن شرائط فيديو للتعريف بالجزائر والسياحة في الجزائر، وأيضا كان فيه جناح اسمه رحاب رحلة والذي خصص فقط للمطبخ الجزائري والتعريف بالفن الطبخ في الجزائر، واللي هو أمر جيد يختلف من منطقة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، وخاصة أنه في العالم وفي الغرب وربما في الدول العربية لا يعرفون الطبخ أو المطبخ الجزائري، مثل الكسكس. لمن يقول الكسكس يقول الكسكس تونسي إلى المغرب أو المغرب، الحريرة دائما إلى المغرب، فما يعرفوش الجزائر. مثلا حتى التمر، هنا معروفين بالتمر بالنسبة، لكن بالنسبة لهم التمر هو المغرب أو تونس. فربما هذه تكون فرصة للتعريف بالجزائر. يعني فيه العديد من التخصصات ربما التي تخص هويتنا نحن الجزائريين، ادتها العديد من الدول المجاورة ونسبتها إليها، مثل القفطان اللي يعود أصله إلى تلمسان، إلى الغرب الجزائري، والآن معروف في العالم أنه هو ثقافة مغربية والكل يعرف هذا. حتى في انتم تكلمتوا على مهرجان كان، وكنا نشوفه في أعداد سابقة لمهرجان كان، القفطان كان حاضر بنسبة كبيرة، لكن يعرف هذا شيء يعاب طبعا مغرب. ربما علينا وعلى الجهات الوصية، لأنه فيه نقص كبير في الترويج للثقافة الجزائرية. كان في احنا دائما نقف على نقص في الترويج للسياحة، الآن نقص كذلك في الترويج للثقافة الجزائرية والتقاليد والعادات الجزائرية. حتى لازم هي الجزائر غنية بعاداتها وتقاليدها، حتى يكون مثلا سفير للجزائر، ليس سفير من جانب الدبلوماسي لكن سفير يمثل الثقافة. هو السفير يقدر يكون فنان، يقدر يكون ممثل، يقدر يكون مغني، كل حسب تخصصه، ويمثل الجزائر ويمثل التقاليد نتاعنا. هذا الأمر يخصنا كجزائريين، ولازم تكون أيضا سياسة واضحة من عند الدولة ومن عند الجهات المختصة.